السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى نحضر مع بعض النهاردة المكرونة الاسباجيتي باللحمة بطريقة تحفة قوي، يعني بطريقة المطاعم. بجد هتعجبك قوي. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات وهنعملها ازاي النهاردة. معايا هنا بقى طماطم، معايا بصلة واحدة، معايا توم، معايا معلقة زبدة، ومعايا صلصة وسكر ملح فلفل اسود بهارات لحمة، ومعايا لحمة مفرومة، ومعايا مكرونة سباكيتي، كيس مكرونة سباكيتي اي نوع من النوع اللي انت تحبيه يعني. الطماطم دي بقى انا مش هستخدمها كده، انا هعمل فيها حاجة دلوقتي. تعالوا معايا نشوف هنعمل فيها ايه. معايا كده مية مغلية على النار، هنزل فيها بالطماطم بتاعتي. انا الطماطم هغليها غلوتين كده علشان عايزة افصل القشرة عنها. كده بعد ما غليتها بصوا، هي لسه بس سخنة معايا، بس انا حبيت اوريها لكم. عادي ممكن تسيبيها تبرد، بس انا كنت مستعجلة شوية. همسكها بقى كلها اقشرها كده، حوش القشرة تماما عنها كل الكمية اللي معايا. مجرد ما تلمسيها اصلا انت هتلاقي القشرة عازلة لوحدها، علشان طبعا المية المغلية. بصوا كده قشرت كل الكمية معايا. هضربهم بقى في الخلاط. بصوا كده ضربتهم في الخلاط. بصوا القوام بتاعها عاملة ازاي، تقيلة، انا عايزاها تقيلة مش عايزاها خفيفة خالص. تعالوا بقى نكمل. البصل اللي معايا كده هقطعها بقى افرمها، يعني فرم ناعم كده، اقطعها صغير. بصوا زي كده هخلصها وارجع لكم. كده خلصت البصلة معايا. معايا بقى توم، اقطعه كده زي شرايح. بعد كده هديله رشة ملح كده بقى، علشان انا هفرمهم كده بالسكينة فايه. كده فرمتهم. بعد كده بقى معايا طاسة على البوتاجاز، نزلت فيها بحبة زيت. حابة تحطي زيت عادي براحتك، حابة تحطي زيت زيتون براحتك. مش هقلب اللحمة قبل ما تاخد لون من تحت، علشان تجهز معايا بسرعة وتتفتت معايا بسرعة. اول ما اخدت لون من تحت هبتدي بقى ان انا اقلبها. هفضل بقى اقلب فيها لحد ما تتفتت كلها كده معايا وتدخل في سوا. بصوا زي كده. بعد كده هنزل عليها بقى بالبصلة بتاعتي، وهننزل عليها كمان بالثوم. هقلبهم كده مع بعض بقى قلبتين. بعد كده هنزل بالملح والتوابل. هنا زودت لها كمان نص معلقة بهارات لحمة. على فكرة بهارات اللحمة دي اختياري، يعني لو انتي مش حابة ان انتي تحطيها براحتك، ممكن تحطي فلفل اسود وملح بس. هنزل بقى بمعلقتين الصلصة اللي انا حطاهم. هجيب بقى الطماطم اللي انا عملتها وانزل عليها على اللحمة. نزلت بقى بمعلقة السكر. السكر ده يا جماعة عشان الصلصة والطماطم. هحط بقى معلقة الزبدة بتاعتي عشان تخلي قوامها حلو كده والطعم حلو. هسيبها بقى تسيح بقى في قلبها، واسيبها كده لحد ما تتسبك كويس. وبعد كده ايه ارجع له. بصوا كده كانت اتسبكت معايا تماما وجهزت. بصوا عاملة ازاي.
هركنها بقى جنبي، وتعالوا نسلق المكرونة مع بعض. معايا كده بقى مية مغلية، معايا المكرونة الاسباجيتي بتاعتي هنزل فيها سليمة. انا مش هكسرها ولا حاجة، انا هنزل بيها سليمة. هفضل بقى اخد من المية السخنة كده واطلعها على المكرونة، بحيث ان المكرونة تنزل كلها معايا في الحلة. بصوا انا حطيت لها هنا معلقة ملح كبيرة كبيرة مش صغيرة، عشان لازم المية تبقى مالحة معايا. انا نسيت احطها قبل المكرونة، انتي المفروض تحطيها قبل المكرونة، ما تنزلي المكرونة. هنا بقى كانت المكرونة بتاعتي استوت. بصوا انا ولا هصفيها ولا هغسلها، انا هاخدها كده بالمصفى على طول معايا، اصفيها كده من المية في الحلة، وانزل بيها على اللحمة والطماطم بتاعتي. بصوا انا هنا اخدت كام معلقة كبيرة كده من المية بتاع المكرونة، هنزل بيها على المكرونة والصلصة بتاعتي. هحط بقى باقي المكرونة وارجع لكم. حطيت بقى هنا باقي المكرونة، هقلبهم كده بقى لحد ما المكرونة كلها تدخل في الصلصة. بصوا كده خلصت معايا، بجد جربوها، الطريقة دي تحفة. والمكرونة حلوة قوي باللحمة، ومش هتاخد منك وقت اصلا، حاجة سريعة كده. ولو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللي محتاجة مني اي وصفة، اي اكلة، اي حاجة، ممكن تكتبلي في الكومنتات وانا هعملها لها فورا. وبكده خلص الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.